في حاجة محدش بيقولك عليها وانت داخل مجال المونتاج، إن عينك هي اللي هتدفع التمن. ولو انت زي بتشتغل عادي الساعة 1 أو 2 بالليل بس ما بتحبش تشتغل على نور الأوضة عشان كلنا عارفين هو بيفكرنا بإيه، فلازم تجرب السكرين بار هيلو 2 من بينكيو عشان هي مش مجرد ليد بتنور لك، الفكرة انها معمولة مخصوص للشاشات. بدل ما تنور الأوضة كلها هي بتنور المكان اللي انت فعلا محتاجه، نور قدام على المكتب ونور ورا الشاشة، فالعين ما تبقاش طول الوقت بتتنقل بين شاشة منورة وأوضة ضلمة. وأهم حاجة عجبتني ان النور بينزل على المكتب مش بينعكس على الشاشة، ومعاها وايرلس كنترولر اقدر اتحكم منه في كل حاجة، شدة الإضاءة، لون الإضاءة، وكمان النور اللي قدام والنور اللي ورا اقدر اشغل كل واحد فيهم لوحده. وفيها كمان شوية سمارت فيتشرز حلوين زي انها تظبط الاضاءة تلقائي حسب نور المكان، وكمان فيها سنسور بيخليها تشتغل اول ما اقعد على المكتب ولو قمت بعد فترة بتفصل لوحدها. وبصراحة بالنسبة لي علامة اي منتج كويس انك اول ما تتعود عليه ما تعرفش تشتغل من غيره. لو انت شغلك كله قدام الشاشة زي سواء مونتاج او ديزاين او برمجة فانصحك تبص عليها، هسيب لينكها في الكابشن.